السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا كويسين. معاكم انا دينا من قناة كيدز كورنر وفيديو جديد. فيديو النهاردة تكملة للفيديو اللي فات بتاع توزيعات العيد. يلا بينا نبدأ على طول ونشرح مع بعض الافكار الجديدة. انا طبعت الشكل ده، نزلته من على النت من جوجل او اي برنامج للصور عادي. هنزل لكم الصور دي برضو في سلسلة اصدقائنا على اليوتيوب. انا لسه ما قررتش هسميها ايه وانزلها لكم على الصفحة الخاصة بتاعنا على الفيس يعني. المهم انا طبعتها على ورق A4 بس سمكه تقيل شوية، يعني حوالي 130 جرام، وبدأت افرغها بالشكل ده كده. المربعات دي عملتها بالقطر، اللي هو القطر اللي انا بشتغل بيه، يعني اي قطر تاني ممكن تستخدميه عادي مفيش مشكلة. هعمل برضو الفتحات دي بنفس الطريقة، هوريها لكم انا فرغتها ازاي. بحط المسطرة كده وبشتغل بقى بالقطر، وبعمل بقى الدورانات دي بايدي كده بالمقص زي ما انتوا عاوزين، يعني زي ما انتوا عارفين تشتغلوا، او الحاجة تبقى سهلة في ايديكوا يعني. طبعا الرسومات بتاع البوكسات دي في منها كتير، باترونات كتير على النت يعني باشكال كتير جدا. هحاول انزل لكم كذا شكل كده عشان تدخلوا تاخدوا الصور وتطبعوها على طول. وممكن على فكرة لو ما عندكوش خامة الورق التقيلة دي ممكن تطبعوها طباعة الوان على ورق طباعة عادي اللي هو الاي4 العادي، وبعدين تلزقوها بصمغ على خامة اتقل شوية، كرتون او حاجة من دي، وبعدين تشتغلوا بيها علشان بس تديكوا ان هي سميكة شوية، لان احنا هنعملها زي علبة كده فتتحمل. وبعدين هبدأ بقى اعمل مكان الخطوط بتاعنا. هتنيها كده، هو المفروض طبعا من الظهر، بس علشان الظهر سادة فانا مش عارفة هتني منين، فتنيتها الاول من الوش عشان اعرف الخط فين، وبعدين هتنيها من الظهر كده. طبعا كلها بنفس الطريقة بالحتت الصغيرة دي بقى، ومن فوق ومن تحت ومن كله. كل الخطوط اللي عندي هبدأ اتنيها. هنا برضو مش عارفة الخط فين، فهتنيها من قدام وبعدين هرجع اردها من الظهر تاني. او زي ما انتوا شايفين كده. وبعدين هتني من فوق كده الخطين دول برضو، اي حتة فيها خطوط هتنيها بنفس الطريقة دي، وهرجع اردها من الظهر تاني. او زي ما انتوا شايفين كده. الجزء اللي تحت برضو بنفس الطريقة. هبدأ بقى احاول اقفلها. المفروض الدايرتين الصغيرين دول يبقى ليهم فتحة قصادهم من هنا كده علشان يدخلوا فيهم، بس انا يعني عايزة انجز وقت بصراحة فروحت قصهم. وهلزقها بقى بالصمغ او بالشمع عادي على حسب ما عندكم اللي متوفر معاكم يعني. هقفل القاعدة برضو وهثبتها برضو بالصمغة او بالشمع. هي المفروض ما بتتثبتش بحاجة، كلها بتدخل يعني رشق في بعضها كده، بس انا قلت مثلا عشان لو حطيت شوكولاتة او حطيت بونبوني او حاجات يعني تقيلة ما تسقطش منها من تحت كده، ف قفلتها بالصمغة افضل يعني. او زي ما انتوا شايفين كده، والشمع كمان اسرع يعني. هضغط عليها من جوه علشان التثبيت يبقى مظبوط.
التثبيت مظبوط، حلوة والله. ومن الجنب برضو هعملها بنفس الطريقة دي. هقفل الايد بقى على بعضها كده، وهدخل الجزء اللي احنا قصيناه بالقطر فيها. هحط بقى البونبوني والعيدية اساسي طبعا، وهقفلها بالطريقة دي. طبعا الفتح والقفل بتاعها سهل خالص، شكلها بصراحة تحفة تحفة، بس اللي الوانها كانت فاتحة شوية فما ظهرتش في التصوير قوي. الشكل ده عجبني بصراحة، وانا بحمل الصور الوانه عجبتني كده وحاجات كيوت كده، فحبيت ان انا اعملها برضو زيادة. ممكن تنفع، مش ضروري في عيد، لو هي مثلا الرسمة بتاعتها مش خرفان بقى و... وحاجات من دي، ممكن تنفع مثلا فكرة للسبوع، فكرة للهدايا. شكلها عجبني يعني، فقلت برضو اعملها لكم معاها كفكرة زيادة، او علشان تعرفوا ان الطريقة كمان سهلة يعني. هاتني برضو الخطوط زي ما عملت في الشكل الاولاني، والطرف برضو اللي هنلزق منه ونثبت منه. والحتة برضو بتاع القاعدة. طبعا الحاجات دي بتتقص ليزر بقى، وبتبقى بكميات وكده، فانا طبعا بتبقى تكلفتها عالية، او ساعات الاجهزة مش بتبقى متوفرة كتير يعني في كل البيوت طبعا، او اللي بيشتغل هاند ميد زي حالاتي. فحبيت ان انا اعمل لكم الفكرة يعني، اللي هي سهلة ممكن تتعمل في البيت عادي يعني، وخصوصا لو في مناسبة زي اسبوع او حاجة، او توزيعات كده في العيلة عايزين كميات. طبعا لو اشتريتوها من بره بتبقى غالية، انما لو عملتوها في البيت هيبقى الموضوع معاكم سهل يعني. او شايفين دي برضو بتدخل رشق في بعضها كده، بس انا برضو بحب اثبتها، علشان طبعا الحاجات دي بتروح لاطفال وكده، فلازم نثبت عليها قوي عشان تستحملهم حتى لو ليوم واحد، مش هقول على طول طبعا. اثبت الجنب الاول، وبعدين هبدأ اعمل القاعدة. هضغط برضو عليها من جوه علشان يلزق بسرعة وننجز في الوقت. هقفل كمان الحتة اللي فوق دي. طبعا انا هنا نسيت اتني قبل ما اقفل، اتني الخط ده، وانتوا طبعا ما فكرتونيشي، ف لازم يتنى، فحبيت يعني حاولت اتنيه كده وهي طبعا متقفله، لان بعد ما اتقفلت بالصمغ فهيبقى صعب ان انا افكها تاني تتقطع ولا حاجه. حاولت اتنيها كده وهي متقفله يعني زي ما هي. هنجيب بقى شريط ستان مثلا ولا حاجه، او مثلا خيط خيش، خيط اللي هو الشريط بتاع الهدايا السلوفان ده، اي حاجة من دي يعني المتوفر. طبعا القطعة دي صغيرة قوي، جبت واحدة اطول شوية، وحطيت البونبوني والعيدية. طبعا انا هلم العيديات دي كلها تاني، انا مش هوزع العيديات، انتوا جايين عليا بخسارة اصلا. وهربط بقى الحتة دي من فوق كده، بقت شكل البونبوناية، بس طبعا هي مش متقفلة زي المعروفة يعني، في واحدة بتتباع كده اللي هي متقفلة من اليمتين، انما ده عجبني ان هو بوكس من تحت ومتقفلة كده بس من فوق. شكلها رقيق والوانها عجباني قوي قوي بصراحة. بس هو ده شكلها في الاخر. حاجة بسيطة بتشترى جاهزة بفلوس كتير، انا عملتها لكم بحاجة كده في البيت. يا رب الافكار تكون عجبتكم. اكتر فكرتين عجبوني الكروت والبوكسين دول. انتوا كمان اكتبولي في الكومنتات اكتر افكار عجبتكم ايه. ما تنسوش بقى تعملوا لي لايك للفيديو واشتراك للقناة وتفعلوا الجرس على كل عشان يوصل لكم كل جديد. كل سنة وانتوا بألف خير يا رب.